كل اللي اتكلمنا عنه من تغييرات ضخمة، اختفاء بحار، ظهور جبال، تغير مناخات، كان بسبب حاجة واحدة: الأرض بتتحرك. مش بس كده، دي بتتحرك ببطء شديد بس مستمر، وده اللي بنسميه حركة الصفائح التكتونية. بس جربوا تتخيلوا ده بطريقة مختلفة. تخيلوا ان انتوا حطيتوا شريط زمني للأرض وشغلتوه على فاست فود. هنشوف القارات وهي بتتزحلق على سطح الكوكب، بتقرب من بعضها، بتبعد، بتتخبط وبتنقسم. ومن كتر ما الحركة بقت سلسة وسريعة في المشهد ده، هتحس ان الأرض نفسها بتتحرك زي السحاب في السماء. والمدهش ان القرآن الكريم أشار للحركة دي من آلاف السنين في آية مدهشة بتقول: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يعني الجبال اللي شايفينها واقفة وثابتة، الحقيقة إنها بتمر، بتمشي. والمشي ده مش حركة ظاهرية ولا ريح، ده بسبب حركة الأرض نفسها تحت الجبال. ودي مش مجرد ملاحظة روحية أو أدبية، ده وصف دقيق لحركة الجبال بسبب الصفائح التكتونية اللي العلماء ما اكتشفوهاش إلا من حوالي قرن بس. يعني لما نربط العلم الحديث بالوصف القرآني، بنكتشف إن الأرض عمرها ما كانت ساكنة، كانت دايما في حالة سفر، تغير، تصادم. سفر بيبني جبال ويقفل بحار ويغير شكل الحياة نفسها.